السلام عليكم، الله يسعد أوقاتكم إن شاء الله بخير وبركة ويسعد أيامكم. اليوم جايب لكم أكلة حلويات اسمها حلوى الطابع المغرب العربي. ويلا نبلش ونشوف المقادير. بدنا كاسة زيت، كاسة سكر، وكاسة بيض، وبدنا كيلو طحين، وبدنا ظرفين باكنج باودر، وبدنا معلقة كبيرة برش الليمون، وبدنا رشة ملح. طبعا هدول كاسات، عندك كاسة زيت، كاسة سكر، وكاسة بيض. أول شي بنضيف البيض بزبدية، وبننزل عليه السكر، وبننزل عليه ظرف فانيليا، وبنشغل الماكينة عليه لحتى يدوب السكر، ورشة ملح بنحط عليه. طبعا الزيت بدنا ننزل الزيت على مراحل، وبننزل عليه برش الليمون، وبس نخلص بدنا نضيف الطحين على مراحل شوي شوي. كل ما بننزل شوي بنخلطهم، كل ما بننزل شوي بنخلطهم. وهون بنضيف عنا ظرفين باكنج باودر خميرة الحلويات، وبنرجع بنحركهم، وبننزل الطحين على مهلنا أو الدقيق. هلأ بنستعمل إيدنا، بدنا إياه يطلع معنا متماسك هيك مثل ما انتو شايفينه. هلأ بنتركه شي ربع ساعة تقريبا، بنغطيه بنايلو بنحطه ربع ساعة. طبعا عندي صينية بنجيبها بنحط عليها ورق زبدة، وهذا القالب شفتوه. هلأ شوفوا بعد ربع ساعة تقريبا أو 20 دقيقة كيف طلعت عندي العجينة متماسكة. طبعا بدي رش على سطح الطاولة طحين أو دقيق، وبدي آخد قسم من العجينة وأفرده بهي الطريقة، اكبسه بإيدي هيك مثل ما انتم شايفين. ما بدي استعمل خشبة الفرد أو الشوبك، بشتغل عليه بإيدي أفضل وأظرف وهي السماكة. هلأ بنغطي القالب بالطحين أو الدقيق، وبصير نطالع الأشكال يلي نحنا بدنا إياها. أنا عندي طبعا متعدد الأشكال، شايفين السماكة. انتو بتختاروا الأشكال اللي بدكم إياها تشتغلوا عليها. بهي الطريقة بنفرد العجينة. لازم نغطي القالب، نغطه بالطحين مشان ما يمسك معنا العجينة. هلأ عندي الزينة تبعها، طبعا بدي زينها. عندي سكر، وعندي شوكولاتة، وعندي هذا النوع من الزينة مثل ما انتم شايفينه، وعندي هون لوز مبروش، وعندي ظرف فانيليا، وعندي بيضة، وعندي معلقة خل أبيض. هلأ بنكسر البيضة وبنحط عليها شوية رشة خل، وبنضيف عليها نص ظرف الفانيليا، وبنخلطهم. وبدنا ندهن العجينة يلي نحن فردناها بقلب الصينية. طبعا هلأ بدهن مجموعة وبرش عليها، مثلا لنقول هذا سكر، برجع بدهن مجموعة وبرش عليها شوكولاتة، وبدهن مجموعة وبرش عليها لوز مبروش بنفس الطريقة. كل مجموعة لحالها بدهنها بالبيض وبرش عليها مشان ما تنشف. ومندخلها على الفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت، وبنستناها لحتى نشوفها استوت الصينية أو القطع، وبنطالعها. وهذا هو الشكل النهائي. الله يحفظكم ويكرمكم. وهلأ بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.